محمد علي. ايوه ما بورا ليش؟ يلا هيا هيا بك هيا درسنا الطائرات على النفط وتحركنا والحين قلنا ما بحقنا الا بمرتبات ولا حرب يطير منها الروس واحنا صامدين. الله اكبر. الموت لله الموت لاسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم يا رجال ورحبوا عد ما خضيتوا وفوق راسي وسط عيوني الثنتين. صلينا على محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. اليوم يعني عند جابر على الأخ والأستاذ الغالي والعزيز على قلوبنا الأستاذ مصطفى المومري وعلى الأستاذ أحمد حجر وغيرهم وعلى العدوان الآن والمخطط الجديد كما ذكرت في الفيديو السابق أن هنالك مخطط جديد من أئمة الكفر والنفاق أمريكا وإسرائيل وأذنابهم آل سعود وآل زايد، وهدفهم الرئيسي من هذا المخطط أشهدفهم يا رجال قلب الطاولة وكسب الانتصارات التي ما استطاعوا أن يحققوها بأكبر ترسانة سلاح في العالم. طيب هنبدأ الآن مع موضوع الأستاذ مصطفى المومري. صلينا على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين. قبل كل شيء وقبل ما نبدأ وقبل ما نجابر وقبل ما نهدر وقبل ما ندخل في الموضوع، أول حاجة أتكلم عن المعلقين. أنا بالطبع نزلت فيديو أمس أو قبل أمس وكان النت عندي ضعيف، نزلت بتلك ضعيفة ودخلوا المعلقين بيهددوا ويقولوا لي أنت جبان، أنت خاين، أنت مفجوع. يا أهبل، أنا أردت على المعلقين الآن أن تاري من هو الجبان ومن هو النذل ومن هو الفسق ومن هو الحقير. أنا شو أقول لك؟ أنا النذل والحقير والهين والفسق والديوث، بل والديوث وأقولها والله مش أنا خايف من أحد. والديوث هو الذي يساعد الغازي المحتل على احتلال بلده، هو الذي يأجج نار الفتنة ويساعد العدوان في تحقيق الانتصار. على من تثور؟ على من تنتفض؟ على من تساعد زعزعة الأمن والاستقرار والفوضى؟ مقصدك بتساعد المواطن؟ بالعكس، بتساعد أبناء شعبك؟ بالعكس، أنت بتدمر أبناء وطنك. ايش مقصدك؟ لو أنت مثقف، لكن بعض الناس سأل حميد، بعض الناس سأل حميد حمار، قال لو درى الحمار ما فوق ظهره ما نهق. يا أخي قد بتبصر ياسر اليماني وبتبصر أكبر السياسيين في الجنوب الذين رجعوا إلى صوابهم ما نزلوا من فيديوهات. الآن العدوان هو المستفيد. ركز الآن قناة الحدث والجزيرة والعربية وغيرها من قنوات العدوان وغيرها من قنوات الماسونية، بل قنوات الماسونية. قد تستغربوا وتقولوا ليش بين أقول قنوات الماسونية؟ إلا قنوات الماسونية، لأن أنتم لا تعرفوا بأن الجزيرة، لو أفصلها لك الآن، حدث الجزيرة العربية، حدث الجزيرة العربية، كانت الحدث الجزيرة العربية، والإعلام 89% ماسوني. الآن بتبصروا كبي زفين، كبير بين الموجة، كبي أججين وفارحات يخرجوا ينتفضوا. كله هذا الذي بيقول لك اخرج انتفض، تمام، الذي بيأيدك تخرج تنتفض، كل شيء انتفض أنت، تمام. اما احنا صامدين كابناء الشعب اليمني لا اخر قدر من دمانا، والله الذي لا اعبد الا اياه لو ناكل الماء مع الخبز. وقد اكلتها بس كيف قد وجيها ساعات سميتها المربع رابط على بطني انا وكم من حر لا اخر قدر من دمانا. اما الذي بيجي يقول لك
الآن بالنسبة لك يا هاشم أنت غير خايف. خايف من من؟ خايف من من؟ أنا بنوجه رسالتي لأكبر ترسانة سلاح في العالم، والأكبر ترسانة من المافيا في العالم للماسونية، وبنقول لهم سوف نقاتلكم حتى آخر قطرة من دماءنا. لكن أنا خايف على أبناء الشعب. أنت فاهم ما معنى لو ما تأجل الزعزعة الأمن والاستقرار في صنعاء ما ولد عيقوع؟ ما عيقوع، أتموت أنت الأول من الجوع يا مغفل، مش غير تموت من الجوع. القتل مقصدك ان الامارات والسعوديه عجبت لك بوك يورد صح؟ ولا عجبت لك المعاشات؟ عليك لعنه الله ومن نقصد. اسالك بالله، بلد في نفط وغاز دخلك دباغ لك شعر، بلد في ثروات سمكيه تروح. أنا هذا كلامي موجه للذي بيدخلوا يعلقوا في قناتي ويقولوا لي أنا جبان وأنا ذا. تمام، الرجال لا تخاف، ما بش مؤمن جبان، الذي يعرف الله ما يفتجر، ما نزكي أنفسنا على الله. تمام يا رجال. الآن أتكلم في موضوع مصطفى المؤمري، صلينا على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين، أخي وزميلي، ويعلم الله ويشهد الله ما من سابع سماء ما أنا يعني بين جامل ولا بين نافق، إننا أكن كل الحب والاحترام لأخي مصطفى المؤمري. لكن لو ما شاهدتنا فيديوهات له، شاهدتنا فيديوهات هو سرع، والآن هم متحفظين عليه، أنا متأكد أنهم متحفظين عليه في الأمن والمخابرات كي لا يركب الموجة من حيث لا يشعر. وهو بتشاهدوا آخر فيديو لك كان يسب قناة الحدث والجزيرة والعربية، يقول لهم ما دخلكم مني. فهم الآن بيتحفظوا عليهم لا غير بإذن الله سبحانه وتعالى، وأتأكدوا أن ما فيش أي حاجة عليهم حيخرجوهم بإذن الله سبحانه وتعالى. اما رسالتي لابناء الشعب اليمني في المحافظات الحرة التي لم تخضع ولن تركع ولن تنحني الا الجبار السماوات والارض الذي قدمت فلقات اكبادها دفاعا عن هذا الوطن. تحية لكم، ولا تصدقوا للمنافقين والانذال والرخاص مهما فعلوا مهما حاولوا. واخر حاجه اشقتم رساله لقنوات العدوان، مقصدكم ان انتم قادرين تكسبوا الانتصار الذي ما استطعتوش تكسبوه باعظم ترسانة واعظم جيوش العالم حشدتوها لنا. مقصدكم انتم حتستروا تحققوا الانتصار بهذا الحركه. والله ان كل واحد من ابناء الشعب اليمني واعي وفاهم كل شيء بيدور في راسكم، هيهات ان يكون لكم ذلك مهما فعلتوا. وانا بنقولها وانا بعدها مستحيل. الشعب اليمني داري من بينهب ثرواته، الشعب اليمني داري من بيستحل الاعراض، داري ان انتم حشدتوا جميع جيوش العالم من اجل استعمار اليمن واركاعها، لكن نسيتوا بان اليمن مقبره الغزاة.
احنا مشيخنا من الذي يبيع انفسنا من اجل اللقمه، مستعدين ناكل التراب باسمي وباسم كل ابن. ها مش كل ابن، هذا بنقول كل ابن لهذا الشعب اليمني الحر، لكل يمني اصيل شامخ. فالاول والاخير اليمن اغلى مني، بنقولها صدق، وانا بعدها اليمن اغلى مني ومن مصطفى ومن اكبر رقم ومن اكبر شنب، بل واكبر من كل شيء تتوقعه. لا يوجد اكبر من الوطن الا الله سبحانه وتعالى والنبي وآل بيت النبي عليهم صلاة الله اجمعين. كما وسنقاتل الغازية المحتلة حتى اخر قطر من دماءنا. ورسالتي في الاخير في اخر الفيديو، رسالتي في اخر الفيديو هذا اوصل انا رسالة لمن؟ للدولة حقنا، عليها ان لا تصدق الهدنة، وعليها ان تقوم بضرب المنشآت الحيوية في دبي وفي السعودية، لأن هؤلاء كلما عاهدوا عهدا نقضوا كما قال الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.